السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من 30 Days of Pandas على الليت كود. ومعانا النهاردة سؤال 15 بعنوان Rearrange Products Table. طيب، السؤال فيه 4 columns: Product ID و Store 1 و Store 2 و Store 3. السؤال عايز ايه؟ عايزني أعمل Rearrange للبرودكتس اللي هو الداتا فريم الأصلي، بحيث إن هو يكون 3 columns بس: برودكت اي دي وستور وبرايس. ولو البرودكت ده مش موجود في ستور من الستور التلاتة دولت، خلاص ما تحطليش في الداتا فريم. فتعالى كده نبص على الاكزامبل. البرودكت الاولاني كان سعره 95 في الستور الاولاني، سعره 100 في الستور التاني، 105 في الستور التالت. البرودكت التاني 70 نل 80، فهو هنا كان not available. طيب، الاوتبوت كان شكله عامل ازاي؟ كان في برودكت اي دي والستور والبرايس. لو بصينا كده نلاقي البرودكت الاي دي اللي كان بزيرو، فردناها كده خليناها ايه؟ في الستور كان ستور 1 و 2 و 3، والبرايس فيها اسعارهم. بمعنى ايه من الاخر؟ بدل ما كان الداتا فريم وايد احنا خليناه لونج. بدل ما كان هو كولومز كتير، لا احنا اختصرنا الكولومز دي وحطينا القيم بتاعتها جوه الكولوم ده. طيب، مين بيعمل حاجة زي كده؟ هي فانكشن اسمها ميلت. انا بزوب الداتا فريم لشكل انا عايزه. بدل ما كانت وايد خليتها لونج، وهو ده فعلا اللي بيعمله فانكشن ميلت. خلينا كده نشرح ميلت بتفصيل شوية. فنروح على جوجل كولاب. فلو مسكنا function melt وبصينا على البارامترز اللي فيها، فهنلاقي فيها frame، id vars، value vars، var name، value name. طب، ايه دول؟ الفريم هي الداتا فريم بتاعي، انا هبصيله الاسم بتاع الداتا فريم. طيب، الاي دي فارز، الاي دي فارز انا هديله الكولومز اللي انا عايزها تثبت زي ما هي، مش هغير فيها. جميل. طب الفاليو فارز، الفاليو فارز لا، الكولومز اللي انا هزوبها، الكولومز اللي انا هشيلها من الداتا فريم الاصليه وهدخلها في الداتا فريم الجديده وهزوبها. طب الفار نيم، قالك الفار نيم دي هو اسم العمود الجديد اللي هيكون شايل الاعمده المذابه اللي انت عملت لها ميلت، اللي كانت موجوده هنا. طيب، الفاليو نيم هو اسم العمود الجديد بس اللي هيكون فيه القيم، الفاليوز. فخلينا كده نشوف example ونتعامل ازاي مع build. فخلينا كده import pandas، والداتا بتاعتي فيها النيم وماس وساينس وانجلش، كل اسم وتلات مواد، وكل مادة ودرجاتها لكل طالب. اوكي، فهنقول الداتا فريم ويطبع لي الداتا فريم. تمام، شكل الداتا فريم اهي، فيها النيم ماس ساينس انجلش، وكل سبجكت فيها السكور بتاع الطالب. ولكن انا مش عايزها كده. طب انت عايزها ازاي؟ انا عايزها داتا فريم فيها 3 columns: name subject score. شكرا. طيب، دي هنعملها ميلت، لان الميلت تاني هو بيعمل ايه؟ بيحول من الوايد فريم للونج فريم. تمام. طيب، انا مين الكولوم اللي عندي اللي هثبته؟ النيم، صح؟ ف الاي دي فارس اللي كان فوق هنحط النيم. طيب، ومين الكولومز اللي انا هزوبها؟ الكولومز اللي هي ماس ساينس انجلش، فدي اللي هحطها في الفاليو فارس. اوكي. طيب، var name ده اللي قلنا اللي هو اسم الكولومز الجديد اللي هيكون فيه الأعمدة المذابة، اللي احنا هنسميه subject، اللي هيكون فيه الماس والساينس والانجليش. طيب، والفاليو نيم ده اسم الكولومز الجديد اللي هيكون فيه القيم اللي كانت مذابة. فبالتالي
انا هخلي الكولومز قصدي البارامتر اللي فيها value name هسميها سكور. خلينا نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. اول حاجه اديت لها الداتا فريم بتاعتي وقلت له ان الاي دي فارز هو النيم، ده النيم اللي انا هثبته، الكولومز اللي هيكون ثابت. الفاليو فارز شايل ماس وساينس وانجلش، الاعمده اللي انا هذوبها. الفار نيم هو كان subject والفاليو نيم هو كان السكور. خلينا كده نطبع شكل الداتا فريم ميلتد. بص شكلها عامل ازاي اهو. النيم عادي، السبجكت فيها ماس والسكور بتاعته، وادي النيم. الساينس والسكور، الانجليش والسكور. هو ده بالظبط اللي هنعمله هناك في السؤال. خلاص احنا كده عرفنا هنعمل ايه بالظبط. اوكي، يبقى مين اللي هنثبته؟ البرودكت اي دي. طب مين اللي هنعمله ميلت؟ الستورز. طيب مين اللي هيشيل الفار نيم؟ الستور. طب مين اللي هيشيل الفاليو نيم؟ البرايس. اوكي، خلينا ننتقل لمرحلة الكودينج ونشوف هنكتب ايه. return pandas دوت الميلت. متفقين احنا قلنا اول حاجة هنبصيها لها وهو الداتا فريم بتاعنا، وكان تاني بارامتر وهو الاي دي vars، وقلنا هنديها الكولومز اللي هنثبتها وهي عندنا البرودكت اي دي. وكان في الفاليو vars، ودي الكولوم اللي هنزودها. ففي store 1 store 2 و store 3. كان تالت بارامترز معانا وهو ولا رابع بارامتر كمان، وهو ال var name، وهو ده الكولوم الجديد اللي هنسميه store. اوكي، وال value name، وده اللي هنسميه ايه بقى؟ price. برنس ايه؟ price. اوكي طيب، خلينا كده نرن. wrong answer. طيب ليه wrong answer؟ لان في هنا null، ما كانش ينفع نحط النل. فحاجة زي كده نقول drop نا ونرن. accept. في حاجة كمان ان احنا كنا باي ديفولت كده كنا ممكن نمسح الكولومز اللي هنزودها. ليه؟ لانك بمجرد انك اديت له الاي دي فارس فهو خلاص انت ممكن تستغنى عن الفاليو فارس. فهو هياخد الاي دي فارس اللي هي الكولوم اللي هتثبتها والباقي كله هيزوبه. اوكي، فكنا ممكن نخليها كده باي ديفولت. لو رنينا برضو هتاكسبت. اوكي نسبمت. زي الفل اكسبت. بس كده ده كان سؤالنا النهارده بعنوان ميلت، كلها قايمه على فانكشن ميلت. عارف ميلت هتعرف تحل. بس كده، شكرا واشوفكم في السؤال الجاي. مع السلامه.